وإما بسكاكين داعش. الشعب الذي تبرأ من داعش كما تبرأ من بشار، الشعب السوري الأبي الذي كلما تقدمت ثورته من أجل الانتصار كلما خرجت سكاكين الدنيا كلها لتقطعها، مرة عبر البراميل الإيرانية الروسية، ومرة عبر مؤامرات الصمت العالمية، ومرة أخرى عبر ما يسمى بداعش، صنيعة الإرادة الجمعية للعالم لإبادة الربيع والثورات العربية. وقفتنا اليوم تضامنا مع الشعب السوري، تضامنا مع جميع الشعوب المقهورة، تضامنا مع الشهداء المصريين الذين قتلوا غدرا من طرف كلاب أهل النار الدواعش، تضامنا مع كل المظلومين المقهورين الذين يحلمون بالحرية، يحلمون بالديمقراطية، يحلمون بالعدالة، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الشعب السوري. زمن الوقفة يرتبط مع المجازر التي سكت العالم كله عليها، المجازر التي تخصص بشار خلال ال10 أيام الأخيرة في مدينة دوما في سوريا، دوما محاذية للعاصمة دمشق، يقصفها يوميا. في أقل من 10 أيام بلغ معدل الطلعات الجوية أكثر من 20 طلعة جوية، تقصف مدينة بأكملها بالبراميل. ويا ضمير الإنسانية، يا ضمير الإنسانية، يا ضمير الإنسانية، يا ضمير الإنسانية، اصحى وشوف الهمجية، اصحى وشوف الهمجية. رسالة هذه الوقفة كمواطنين مغاربة، كشباب مغاربة، لن نتوه عن القضية، داعمون لثورة الشعب السوري، مؤمنون بانتصار الثورة السورية. لن تحرفنا داعش عن الإيمان بحق السوريين. داعش لا بشار، سوريا للأحرار، ولا داعش ولا بشار، سوريا للأحرار، ولا داعش ولا بشار، سوريا للأحرار، ولا داعش ولا بشار، سوريا للأحرار. ختاما، الدعوة والمناشدة لجميع المواطنين المغاربة وللشباب تحديدا أن يكونوا على وعي أن ما يجري وما يخطط له سواء عن طريق إيران وروسيا وأمريكا وإسرائيل وبشار وداعش وغيرهم لن يمر ولن تنطلي علينا الحيلة. نحن مع الشعوب، مع الشعب السوري، مع الثورة السورية، ودمتم صامدين مناضلين.